اهلا بكل اللي بيسمعونا على الموجه 108 اف ام شباب ورياضه، ومعانا حلقه جديده من في عز الزحمه. معاكم لحد الساعه 5 بنعرف معاكم اخر الاخبار. احنا معاكم على الهوا عماد بدوي، مصطفى محمود، نهى كامل، رامي علي. يلا نبدا بجاره القمر فيروز. انا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفوره بيضه لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي. فريق عمل راديو في السكة، الإعلامي شادي محمد والمذيع محمد جويلي والموزع المعروف دكتور داود هيكونوا في ضيافة نهى كامل ورامي علي في برنامجكم عز الزحمة على إذاعة الشباب والرياضة. زي ما سمعنا في البرومو معانا نجوم راديو في السكة. النهاردة معانا في عز الزحمة، زي ما قلنا لكم زحمتنا مش زحمة مرور بس، زحمة أفكار وأصوات بتوصل للناس وبتعافر مهما كانت الزحمة عشان توصل. رامي ازيك يا نهى وازاي كل اللي بيسمعونا، ودايما واحنا في عز الزحمة بنحب ندي أمل وبصيص كده من الأمل لكل اللي نفسه ينجح ويتحدى كل الظروف. بلاش دايما نعول على الظروف، وهو ده فكرنا. عايز انجح عايز هنجح ان شاء الله. ولو بتتعب في حاجه وشايف انك مش بتحقق فيها النجاح اللي انت منتظره او متوقعه، فاكيد ربنا شايلك حاجه تانية او هيعوض لك تعبك ده في اتجاه تاني انت ما كنتش ماشي فيه. الاعلامي شادي محمد رئيس مجلس اداره راديو في السكه، استاذ محمد جويلي مذيع وبيقدم برنامج رعب اسمه المحكمه في راديو في السكه، وكمان الفن والمزيكا والموزع الموسيقار دكتور داود جميعي. كلكم مشرفينا ومنورينا، اهلا بيكم. طبعا احنا معاكم النهارده في السكه، سكه الزحمه، وفي سكه راديو السكه هنعرف حاجات كتيره قوي. هنعرف يعني ايه في السكه، راديو في السكه طلع ازاي المستمعين. على فكره برضو عشان نبقى منصفين، راديو في السكه محقق اعلى نسبه استماع في راديوهات الانترنت مؤخرا. هنعرف كتير من التفاصيل، خليكم معانا. هنسمع برامج كتيره، مزيكا، رعب، فن في السكه، كل ده في عز الزحمه. على فكرة راديو الانترنت في الفترة الأخيرة ويمكن من بعد الثورة، ثورة 25 يناير، كان بدأ كان في أسماء كبيرة وقفلت أو شطبت أو فلست أو يعني ما كملتش نجاح أو ظروف. وفي ناس بدأت تقول خلاص إن راديو الانترنت ما بقاش زي الأول، ما بقاش يعني يحقق النجاح المرغوب زي الأول. فدي في حد ذاتها تخلي أي حد عنده الفكرة يرجع. كان في ناس آمنت بالفكرة وقالت لا هنكمل وهنتحدى كل الظروف. شادي محمد، فكرة ان انتوا بتطلعوا براديو على الانترنت، راديو في السكة، في ظل الظروف الصعبة قوي اللي قفلت في وقتها اسماء كبيرة كانت مساندها، يعني طبعا شركات IT، ناس كانوا واقفين وراها. تمام. ترجع لكم الفكرة في السكة ازاي؟ احكي لنا. طيب، اول حاجة طبعا عايز امسي على كل مستمعين اذاعة. عايز كمان اقول حاجه بسيطه كمان. احنا لما جينا فكرنا ان احنا نعمل الراديو، قلنا احنا مجموعه شباب بنحب الاذاعه جدا جدا، بنحب عايزين نبقى مذيعين، بس احنا ما عندناش الفرصه ان احنا ممكن نبقى في راديو ستيشن. طب نعمل ايه؟ احنا عايزين نسمع صوتنا للناس. في البدايه بدانا نجس نبض الناس عن طريق السوشيال ميديا. لقينا الناس فعلا محتاجه محتوى يكون قوي، محتوى الناس تبدا تسمعه. استغلينا كمان الفرصه ان الناس طول النهار ماسكه الموبايلات، قاعده ماسكه الموبايل بتاعها بتعمل اي حاجه. طب ايه الفرق لما يبقى قاعد ماسك الموبايل ويسمع راديو؟ طب احنا عايزين نلفت انتباه الناس. على فكره احنا اول راديو اونلاين، الدومين بتاعنا بالعربي، يعني نكتب كده في السكه بالعربي.com. كان في راديوهات بس بالانجلش والفرانكو اراب، فعشان كده احنا قلنا من الناحيه التسويقيه كمان احنا اول دومين بالعربي في الوطن العربي كله. اسمنا في السكه. يعني حاولنا بقدر الامكان ان احنا نعمل حاجه تشد الناس. فعلا اوريدي عملنا بروباجندا جدا على السوشيال ميديا. اعتمدنا على المذيعين المتواجدين معانا. ما خفتوش من الاسماء الكبيره اللي فتحت وقفلت في مده قصيره؟ كان في محطه مصر، كان في راديو مصر الجديده، كان في بص وطل، كان في راديوهات كتيره جدا. اليوم السابع.
ما خفتوش من التجارب اللي قفلت؟ هو احنا اصلا احنا ما شغلناش بالنا بالكلام ده خالص. استفدنا من التجربه اللي فاتت. استفدنا بس ما شغلناش بالنا. بمعنى ورا ظهرك وانت عندك هدف. خلاص انا عرفت ان في اسماء قفلت. طب انا كده اوريدي خلاص، انا واخد الخطوه وعايز اعمل حاجه زي كده. طب الناس دي قفلت ليه؟ في البدايه الخلافات. يبقى انا عشان اعمل راديو ناجح لازم التيم اللي يكون شغال معايا كله يكون بيحب بعضه. ودي اللي اشتغلنا عليها فعلا. مجموعه المذيعين اللي معانا كلهم احنا اسره واحده. ممكن كان جه علينا وقت ان الراديو كان ممكن هيقع، تلاقي مثلا 3-4 من المذيعين او التيم بتاعنا المتواجد يروحوا واخدين الراديو طالعين بيه تاني فوق. نبدا كلنا نساعد بعض، وده السبب ان احنا لحد دلوقتي احنا شغالين، احنا كلنا اسره واحده. محمد جويلي استاذ شادي بيقول اسره واحده، استاذ شادي رئيس مجلس الاداره، فانت ما تخافش بقى انت تقدر تقول اللي انت عايزه. الموضوع اسره واحده، والحب اللي لازم يكون موجود في تيم العمل والنجاح. هل كل واحد بيبقى باصص، يعني انت كمحمد بتبقى باصص لنجاحك الاول كشخص؟ هل بتشوف ان نجاحك من نجاح المنظومه، ولا انا موجود في الجروب ده، والجروب ده لو نجح انا اكيد هكون ناجح؟ طيب انا مش هجامل، يعني مبدئيا انا مش هجامل. هو وهل ده حقيقي ولا لا؟ ممكن الاستاذ شادي يكون بيقول كده. لا خليني بصراحه، هو الحقيقي يعني شادي اخويا، يعني يعتبر اخويا، هو اخ لينا كلنا، مش عشان هو موجود او رئيس مجلس اداره او ان انا خايف او كده خالص اطلاقا. لكن هو نجاح الفرد من نجاح المنظومه اكيد، ونجاح المنظومه من نجاح الافراد. فطبيعي ان انا اكون بهيئ نفسي ان انا لازم اكون ناجح جدا في برنامجي، فبالتالي انا ناجح جدا في الراديو، فبالتالي الراديو ناجح. ما هو الراديو مش هينجح لوحده، مفيش حاجه اسمها راديو بس، راديو بمجموعه بالعمل بالافكار اعمال او بمجموعه برامج. لو البرامج واقعه يبقى الراديو واقع. كنتوا في البدايه كلكم عارفين بعض ولا لا؟ بالعكس، احنا يمكن فتره مؤخره جدا ابتدينا نعرف بعض اكتر يعني. لكن في الاول كان لا يمكن سنه تقريبا، يمكن سنه ما كناش نعرف سنه من غير حب يا استاذ. يعني يمكن شادي هو كان حلقه الوصل لينا كلنا. لكن اجتماع المذيعين ان هم يعرفوا بعض اكتر ويقربوا من بعض اكتر كان خد وقت سنه تقريبا يعني. احنا يعني الحمد لله مستمرين، وزي ما شادي ما قال، يعني زي ما بيقولوا كده الفرس بيجري مش عايز يقع. طيب عايزين نقول لكم ان محمد بيعمل برامج رعب في راديو في السكه كده. نسمع حاجه رعب النهارده في عز الزحمه، الناس اللي ماشيه في الطريق وفي الزحمه تسمع حاجه جديده، حاجه رعب. ما تخافش بس، ما تخافش ما تحدفش على جنبك كده وانت سايق. السكه 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 السكه. الآن إلى موجز الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. مصر والولايات المتحدة تؤكدان أهمية استمرار العمل للتوصل لحلول سياسية لمختلف أزمات المنطقة. وزير الداخلية يؤكد أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصره بشمال سيناء. وزير الصحة يعلن أنه تم تنظيم 26 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الطبية للأسر الوافدة من شمال سيناء. مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 19 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي و20 مدنيا في قصف شنته القوات السورية على أرياف إدلب وحماه ودير الزور. الأمين العام للجامعة العربية يطالب الأطراف الليبية المتصارعة الالتزام بوقف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة. وزير الأوقاف يؤكد في كلمته خلال الاحتفال بيوم التراث الثقافي العربي أن الثقافة العربية هي ثقافة بناء وليست ثقافة هدم، وأن المسلمين والعرب حافظوا على حضارات الأمم السابقة.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تشارك في أولى اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد لمناقشة مشروع قانون الاستثمار. محافظ القاهرة يوجه بسرعة ضخ كمية من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وإلى أخبار الرياضة، منتخب مصر للشباب يواجه في 6 من مساء اليوم نظيره المالي في الجولة الأولى لمنافسات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنطلق اليوم في زامبيا. وأخيرا، فريق الأهلي للكرة الطائرة يلتقي مع الزمالك الأربعاء المقبل على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني للمرحلة النهائية من الدوري. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. لو فاكر ان في حاجة معينة هي دي اللي هتخليك سعيد في حياتك والحاجة دي ما حصلتش، فزي ما بنقول كده خير او لعله خير. بس لو انت مش مقتنع بكده، شادي محمد هيقنعك في لعله خير يوم الحد من الساعة 9 للساعة 9:30 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. لعله خيرا. النهاردة قصتنا لازم نرضى بقضاء الله. خلينا نخش في القصة على طول. كان زمان في أحد الملوك ووزيره الحكيم، وفي يوم من الأيام الملك والوزير راحوا عشان يصطادوا حيوانات. كان كل ما يحصل حاجة للملك الوزير يقول له لعله خيرا أيها الملك. فمرة وقع الملك في حفرة عميقة جدا، صباعه اتجرح. قال له الوزير لعله خيرا أيها الملك. خدوا وراحوا بيه للطبيب. الطبيب قال لهم لازم صباعه يتقطع وإلا هينتقل المرض لكل جزء في جسمه. غضب الملك ورفض بشدة، ولكن في النهاية استسلم لكلام الطبيب. رد عليه الوزير وقال له لعله خيرا أيها الملك. غضب الملك من الوزير بشدة وقال له ما الخير في ذلك يا وزير، وأمر الحراس بحبسه. فابتسم الوزير ابتسامة خفيفة وقال لعله خيرا. عدت الأيام ومرت، وفي يوم من الأيام راح الملك هو والحاشية بتاعته للصيد. خرج عليهم مجموعة من الناس اللي بتعبد الأصنام. خدوا الملك عشان يقدموه قربان للآلهة بتاعتهم. لقوا صباعه مقطوع، سابوه. افتكر الملك في نفس اللحظة كلام الوزير بتاعه وهو بيقول له لعله خيرا. أمر الحراس إن هم يجيبوا الوزير من محبسه. سألوا الملك، قال له يا وزير أنا حبستك لما أنت قلت لي لعله خيرا، ما الخير في ذلك أيها الوزير؟ فابتسم الوزير ابتسامة خفيفة جدا ورد عليه وقال له لو لم تحبسني لكنت أنا القربان الذي سيقدم للأصنام بدلا منك، فهو خير. ولولا أن أصبعك مقطوع لكنت أنت القربان الذي سيقدم للأصنام، فهو خير. فرح الملك جدا، فرح جدا جدا، وأمر بالإفراج عن الوزير وابتسم وقال لعله خيرا. شادي محمد في السكة في عز الزحمة، صح؟ لعله خير. حلوة الفكرة طبعا جدا يعني، لعله خير تمنع الاكتئاب على الأقل لناس كتير جدا يعني. ما هو ده السبب ان احنا فكرنا ان احنا نعمل حاجة خفيفة تبدأ تنصح الناس لا يا جماعة ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. ربنا بجد ممكن في حاجة انت كنت حابب قوي ان تحصل لك ما حصلتش، بس هو فعلا ممكن يكون خير من ربنا. الموزع الموسيقي دكتور داود جميعي بالتأكيد راديو انترنت بيبتعد عن السياسة بشكل كبير. بيعتمد على الترفيه والمنوعات والمعلومات والثقافة اللي في وسط الترفيه، وده بيعتبر من احلى انواع وسائل الاعلام تقريبا او وسائل الميديا يعني. حضرتك وجودك معاهم بالتأكيد كموسيقار لغرض الفن والمزيكا. مظبوط.
الجانب بتاع الاوديو ده انا المسؤول عنه. الراديو بيبتدي يجيب ناس ويصفيهم ويشوف الشباب الجديد اللي عايز فرصه ومش عايز يهج من البلد، عايز فعلا ينجح البلد دي. ما نقعدش نهج كل ما نلاقي ما فيش فرصه، كل ما تلاقي من اول خطوه ولا من ثاني خطوه انت ما لقيتش النجاح اللي انت عايزه فتبتدي تفكر في الهجره. لا، احنا عايزين الناس اللي عايزه تقوم البلد دي وعايز يعمل حاجه هنا. فخلاص المنتجين دلوقتي بتروح لهم بنجم من النجوم الكبار قوي قوي، تقول له انا معاك نجم هم من النجوم، هتعمل ايه معاه؟ يقول لك انا هديله 10000 جنيه ولا 15000 في الالبوم الاولاني وبتاع. طب ليه؟ يقول لك ما فيش بقى سيديهات زي زمان، ما فيش شرايط، ما فيش مش عارف ايه، ما فيش، خلاص النت بقى هو المستقبل السوشيال. فراديو في السكه بما ان هو يعتبر نمره واحد حتى الان بالنسبه لي كسوشيال ميديا، فاول ما لقيت ان في ممكن يكون فرصه تعاون كبير بيننا وبين بعض، يلا جو هيد علشان نبتدي نكتشف المواهب الجديده، واحنا عندنا كل الامكانيات عشان نظهرها كفيديو وكاوديو وكاختيار الحان وتوزيع والى اخره. طب دكتور داوود، انت بتقتطع من وقتك اللي هو ثمين جدا في التلحين وفي الشغل، ونقول كده بلغتنا لقمة العيش يعني، والشغل حضرتك بتسيب ده وبتروح لشباب تتعاون معاهم في مجال المزيكا، في مجال الاوديو، بتعلمهم. احكي لنا بقى انت يعني بتعمل كده ازاي؟ يعني اصل في ناس ليه ولا ازاي؟ لا ليه وازاي؟ لان في ناس ساعات مش ما بتصدقش، معقوله هتسيبوا الفلوس وتروحوا تعلموا شباب عايزين يتعلموا ويعرفوا يتكلموا ويؤدوا امام المايك؟ ما هو ده فلوس برضه، بس في فرق ان انا ببص تحت رجلي، وفي فرق ان انا ببص على المدى البعيد. تمام، نفهم. اولا نمره واحد. نمره اتنين، الساحه تعتبر الى حد ما فاضيه دلوقتي، شويه برامج بيطلعوا يضحكوا علينا ويطلعوا نجوم ومحدش ينتج لهم حاجه. عارفه بالظبط زي اللي في البكالوريوس بينتج لك مجهودك كله بتاخدي شهاده بكالوريوس في التوظيف ولا حد ليه علاقه بيكي. لا، احنا عايزين نعكس بقى الايه اللي حصلت دلوقتي. خلاص البرامج دي كلها بتاعت مش عايز اقول اسماء البرامج اللي هي بتنجح مطربين ونجوم وما بيعملوهمش حاجه، لا مجرد بيستخدموه في الدعايه وخلصت وشكرا. يخلص البرنامج كمان بيتحرقوا تماما. فلا، احنا بقى عايزين نعمل العكس، عايزين نطلع ولاد صغيرين شباب عندهم طاقه، عندهم صوت، عندهم الجديد، ونبتدي نحطهم ونزقهم قدام الشاشه وقدام المشاهدين عامه في كافه انحاء الارض. معظم برامج اكتشاف المواهب بعد يعني قطع كلام حضرتك بتحرق المواهب، خصوصا بقى انه في معظم القنوات سواء الفضائيه او الارضيه ايا كان القنوات، يعني الموضوع بيبقى معتمد على انه اللي بيعمل كده بيكسب من وراهم، اللي بيعمل كده بيبقى عايز يكسب من وراهم. يعني في واحد اسمه يعقوب بفلسطيني فاز، طلع الاول في برنامج ما امبارح، وكان النهائي بتاعه امبارح. هنشوف، وده كلامي اصدق الكلام، هنشوف يعقوب هيعمل ايه ولا حاجه. وكان في كتير من قبله على السقف وقبله مش عارف مين فهم بيختفوا. بس الشاطر بقى اللي بيبقى عنده هو الطاقه من نفسه ان هو يجتهد ويخش في السوشيال بقى مع حاجه زي راديو في السكه. انا اقصد ان راديو في السكه ما بيبقاش بيعمل الموضوع ده بغرض مادي، انه ما بيكسبش من وراه مسابقه هيكسب، بس مش دلوقتي. لازم نصبر لحد ما ننجح الفن الاول بصفه عامه، ننجح بلدنا، وبعد كده يبتدي يجي لنا الفن. عايزين نلفت نظر اللي بيسمعنا لملحوظه احنا برضو اتفاجئنا لما عرفناها انا ونهى، ان راديو في السكه ما فيهوش مقابل مادي، كله يعني متطوعين. الموسيقار دكتور داوود جميعي متطوع، استاذ محمد جويلي المذيع متطوع، رئيس مجلس الاداره شادي محمد متطوع. لكن اي حد بيسمعنا هيسال المتطوع يعني طب هو بيشتغل ايه اصلا؟ يعني اكيد ليه مصدر دخل تاني. والراديو في السكه مش واخد وقته كله، صح كده؟ وبيعمل كده ليه كمان؟ يعني حتى هو يعني كل واحد ليه هواية وليه موهبة وليه حاجة وهدف هو عايز يوصله. الهدف بتاعك زي ما دكتور داوود قال، انا مش هبص تحت رجلي هاجي دلوقتي اقول لك انا عايز تمن الحلقة كذا وانا هعمل البرنامج بمبلغ كذا. لا، انا بوصل في الاول ان انا ابقى محترف، وبعد كده بتتعلم كمان وبتعلم اكيد، شغل بعمل حاجة انا بحبها. مجال الاذاعة بعمل ايه؟ بعمل حلقات رعب، بحاول اوصل منها. انا متشوقة جدا اسمع الرعب يعني معينة، لكن في النهاية بالحب زي ما احنا بنقول. ايوه، ما انا قلت لي بقى انا مفيش انا بستغرب من كلمه بالحب، يعني طلعت كلمه بالحب اللي الناس بتقولها كده هباء او مجازا طلعت موجوده يعني. لا فعلا بالحب، وفي اكتر من انتوا بتشتغلوا بالحب. عندنا برامج كتير جدا كله بالحب، بنطلع من بيتنا او من شغلنا على الراديو عشان نكمل، عشان نعمل حلقتنا، عشان بعد كده نكون مبسوطين جدا واحنا بنسمع الحلقه بتاعتنا واحنا بنعملها، بنأدي حاجه معينه. يا من تقرأ كلماتي هذه، عندما تقرأها تذكر تلك كلمات فتاة درية.
هو أولى بيها. ولو زودنا وقلنا انه رمى بنتها لأمامها عشان هو اللي جنن أمها هيوافق. ما هو يا يوافق يا يتفضح. انت طردتني من بيتك، انا ما كنتش بشحت منك. بكرة هتبعت حد ياخدها ولا ابعتها لك؟ هنستناه. وشها شاحب زي الأموات لست مش صغيرة، تقريبا في الأربعينات، بتبتسم لي ابتسامة شنيعة واسنانها كلها دم. أنا اتجمدت من الرعب. هانت هناخد حقنا منه. أنا ما بحبش الدلع، الكلام هنا بيتقال مرة واحدة بس ويتسمع، وما بحبش الجدال. لو احتجتي حاجة عزيزة موجودة تجيبها لك، كل حاجة هنا بنظام وبمواعيد، الفطار الغدا العشاء النوم كل حاجة. غير كده انت حرة، البيت عندك، ممكن تطلعي الجنينة، ممكن تقعدي في اوضتك، وفي مكتبة بره لو بتحبي تقري، لكن مش مسموح لك تدخلي اي مكان تاني او تفتحي اي حاجة في البيت، خصوصا المكتب ده. انا ولا بحب الفضول ولا بحب التطفل، ومفيش خروج من باب البيت غير لو انا اللي قلت. مفهوم؟ البدروم الحقيقة كلها في البدروم. انزلي هناك، لازم ننتقم منه. هو عمل فينا كده، لازم يضرينا. هذه لعنتي وعلى كل ذريتك من البنات، بحق عشتاروت وهاشور وكل ملوك الجان، بحق شامان وحق ابن تحيا، بحق كل خدامهم من المرضى والشياطين، فلتحضروا الآن، فلتنفذوا رجائي ولا تحل لعنتي. الوحى العجل الساعة. الدخان يعني الراديو هيطلع دخان دلوقتي. رعب. ده صوت محمد وبرنامج الرعب اللي انت بتقدمه. طب احنا معانا دلوقتي على التليفون مدام نيلي سليمان المنتجة. مدام نيلي مساء الخير. مساء الخير، مساء الفل عليكم. اخبارك ايه في السكة؟ انت في البيت ولا في السكة الاول؟ في فقرة الرعب ترعبت يعني. لا كنت لطافة بتتكلموا في المزيكا. المنتجة نيلي سليمان، ايه اللي شدك انك تتعاوني مع مجموعة من الشباب لسه بيبدأوا ولسه بيحاولوا ان هم يعملوا حاجة، ودكتور داوود بيقول لنا انت حضرتك يعني قررتي خلاص ان انت تتعاوني معاهم، امنتي جدا بفكرتهم، والمفروض التجربة الجديدة اللي هي اكتشاف المواهب. اكيد طبعا. انا قلت قبل كده يعني الكلام ده قلته قبل كده، انا عاشقة للفن بشكل عام. وكمان انا بعتبر نفسي من الجيل القديم، فبالتالي كان زمان كانوا اهم حاجة بالنسبة لهم مين اللي كان بيكتشف المطربين والفنانين، مين اللي كان دوره الاساسي؟ الاذاعة طبعا، اللي كانت بتعمل لهم اختبارات وبتعمل اعتمادات ومش عارف ايه. دلوقتي ما بقاش فيه. فطبعا انا نفسي بجد، انا مش ما بقولش الاذاعه بس، قصدي ممكن اذاعه في السكه او اي حد يشوف قدامه موهبه فعلا تستاهل. انا مش لازم ان انا يعني اكسب من وراه او اشوف هعمل ايه او الحاجات دي، لا، اطلعه الاول، يبقى في صف تاني، يبقى في جيل جديد. طبعا اخلي الناس تسمع بجد حاجه حلوه زي ما كنا بنسمع زمان. اكيد طبعا يعني. طيب دكتور داوود معاكي، هو معانا في استوديو 16 وعايز يكلمك. اهلا بيبي. مساء الخير يا نيلي، عامله ايه؟ مساء الفل، ازيك؟ كنا عايزين نتكلم عن ازاي بالظبط بدأنا ازاي مع راديو في السكه، وايه التوأمه اللي حصلت بين مزيكتنا وبين راديو في السكه في موجز، وبنعمل ايه؟ اكيد طبعا يعني التعبير اللي انت قلته ده طبعا رائع ويجنن، ويعني هو في مكانه اللي هو التوأمة.
هو طبعا مساء الفل عليك يا استاذ شادي. مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا محمد؟ ازيك يا مدام نيلي؟ ونهى كامل ورامي علي طبعا المذيعين اللطاف الجمال قوي بتوعنا. اهلا بيكي. طبعا طبعا. وعماد بدوي طبعا المهندس. اكيد طبعا اكيد طبعا. طبعا هي المبادره كانت لشادي طبعا لما كلمني كان عايز يعمل معايا انترفيو في السكه. طبعا رحبت جدا جدا علشان انا عارفه قد ايه الاذاعه دي قد ايه اذاعه جميله ومسموعه. اتبسطت جدا جدا وكان شرف ليا حقيقي. لما اتقابلنا بجد حصلت التوأمه دي. انا عندي موقع على الانترنت. الموقع ده بهدف ان انا اللي عنده موهبه بذرة موهبه ببتدي ان انا اعلمه ازاي يغني، ازاي يقدر يطلع للناس ونكتشفه ونبتدي ننتج له، بدل ما كل واحد معهوش من 50 ل 100 ألف عشان يعمل اوديو، او من 50 ل 500 ألف عشان يعمل فيديو، فيبتدي يجي لنا فنبتدي احنا ننتج بالشراكه مع راديو في السكه، ونبتدي نطلع جيل جديد زي ما نهى قالت لنا. يا ريت. طبعا لازم نطلع. انا بقول يعني الاتحاد قوي، يعني فلازم يعني طبعا ان كان يحصل ده. مدام نيلي، احنا في انتظار ان احنا نشوف مواهب جديدة بتطلع من راديو في السكة، وان في ناس كبار وقدام في الفن بيحاولوا ان هم يشوفوا حد صغير بياخدوا بايده ويحطوه على الطريق الصحيح من خلال المساعدة. مش مجرد انت بتكتشفيني، لا بتساعديني عشان موهبتي تتطور. اكيد طبعا لازم. ما هو انا فين دوري؟ انا بقدر امكاني وكل ما اوتيت من قوة عايزة الصوت الحلو اللي انا اكتشفته ده يظهر للناس. لازم طبعا. ان شاء الله. مدام نيلي سليمان بنشكرك جدا جدا، ونتمنى نشوفك قريبا في استوديو 16 تكوني ضيفتنا، يعني تكوني معانا على الهوا ان شاء الله قريب. ان شاء الله. ميرسي قوي باذن الله. شكرا ليكي مدام نيلي. إذاعة كتير مشهورة بإذاعة ماتش الكورة 108 اف ام كأنك شايف صورة. عالفن بتشجعنا وتسمعنا أحلى أغاني، شباب ورياضة برامجها كتير عجباني. شغالاني مجنناني بتسليني في عز الزحمة، بتحمس الشباب بترسم على وشوشهم بس. الإذاعة قوية أصيلة ومعدية، برامجها مش مملة لا دي واصلة للعالمية. 108 هي إذاعة 100 تسمعها مش تقلب، شباب ورياضة تسمعها مش هتسيبها، تسمعها مش هتسيبها. لسه بتسمعونا على الموجة 108 FM شباب ورياضة. احنا معاكم على الهوا في عز الزحمة، معانا أصوات في السكة في عز الزحمة، عايزة توصل في عز الزحمة 7 مرات في عز الزحمة. احنا معاكم على الهوا عماد بدوي ومصطفى محمود، نوع كامل، رامي علي، ومعانا على الهوا مذيعة جميلة وردة إبراهيم. ازيك يا وردة؟ اهلا بيكم. اهلا وسهلا. ازاي اخبارك؟ سعيدة بيكم جدا، واحنا كمان باصدقائي اللي معاكم طبعا. فرحانة جدا طبعا. اهلا وسهلا بيكم. حاسة ان ده نجاح للراديو يا وردة، صح؟ جدا طبعا جدا. ان شاء الله تحققوا كل التيم اللي احنا بنشتغل معاه. زي ما شادي قال ان احنا بنشتغل مع بعض. يعني شادي دايما محسسنا ان احنا بنشتغل مع بعض. افكار عنده بيسمعنا ياخد ارائنا، وردة ايه رايك في دي، وردة ايه رايك في ده، يعني كده يعني. فتحس انه احنا ايه يعني حاجه بتعمل حاجه بتحبها. بتقدمي ايه على الراديو يا استاذه وردة؟ انا بقدم انا اولا يعني انا كنت بحب الغنى قوي وكنت بغني. فالحقيقه فكرت انه يعني عشان بس شويه ايه انه مش هعرف اعمل اي حاجه على الساحه الفنيه، ففكرت استخدم صوتي بطريقه ثانيه. طب ليه؟ ما دكتور داوود اهو. ما تعرفش لسه تقريبا لسه ما خدتش خلفيه عن اللي حصل. دكتور داوود لا انا طبعا يعني الحقيقه سمعت عنه بس يعني ما شرفتش اني اتقابل معاه، فاتجهتي للاذاعه. بالظبط. حبيت استخدم صوتي بانه اعمل حاجه بحبها، لانه انا بحب فكره انه العب بصوتي. ففكرت في فكره كده، فكره حكمه في حدوته، انه كاني بقول حدوته وبرضه بستخدم فيها صوتي من خلال الكورسات اللي انا خدتها وكده، انه ازاي اوصل زي رساله معينه، حكمه معينه
لحد يعني تكون هادفه يعني. تعملي كذا شخصيه يعني بصوتك؟ لا بلعب بصوتي يعني ممكن ابقى مكان كذا حاجه وانا يعني وانا في القصه يعني. ايوه انه بحكي قصه صياد فهو ازاي بيخاف فبحاول العب بصوتي في الحته دي. انه ازاي بيتفاجئ انه كده يعني شويه حاولت اجتهد الحقيقه. وشادي الحقيقه يعني كان مؤمن بيا اكتر من نفسي. احنا هسمع الناس صوت وردة ابراهيم وازاي بتقدر بتلعب بصوتها في حكمة في حدوتة. وردة بشكرك جدا، ويعني اكيد احنا يعني اتفقنا باذن الله في راديو في السكة انه هنحاول على قد ما بنقدر نقدم برامجكم من خلالنا في عز الزحمه في اذاعه شباب والرياضه، ده دورنا يعني. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي على ذوقكم وعلى الفرصه الحلوه دي، ميرسي بجد يعني اسعدتونا حقيقي يعني. شكرا ليك يا ورده. ميرسي، واحنا بنحب الشباب والرياضه من زمان ومستمعين ليها من زمان جدا يعني. ده شرف لينا. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي قوي. باي باي. كأن كان في صياد بيصطاد كل يوم سمكه، لحد ما في يوم كانت مرات الصياد بتقطع السمكه اللي جوزها اصطادها علشان تبيع منها جزء والجزء التاني تخليه لولادها. ولقيت في السمكة حاجة عجيبة، لقيت لؤلؤة كبيرة وجميلة وقالت سبحان الله سبحان الله على جمالها، وجريت على جوزها وقالت له شوف لقيت ايه في السمكة. فأخد الصياد اللؤلؤة وجري علشان يبيعها لجاره التاجر الكبير، فقال له أنا ما أقدرش أشتريها لأنها لا تقدر بثمن، لكن ممكن تروح لشيخ التجار في المدينة اللي جنبينا يمكن يقدر منك يشتريها. وفعلا راح الصياد لشيخ التجار وقال له القصة، وقال له إن اللؤلؤة لا تقدر بثمن، أقول لك روح لوالي المدينة ممكن يقدر منك يشتريها. وعند باب القصر وقف صاحبنا مستني الإذن بالدخول، ولما شاف الوالي اللؤلؤة قال له ياه أنا كنت بدور على اللقالق اللي زي دي من زمان، لكن مش عارف أقدر لك تمنها بكام، لكن أنا هسمح لك بالدخول لخزانتي وهتفضل فيها 6 ساعات كاملين. 6 ساعات خد منها كل اللي انت عاوزه، وهو ده تمن اللؤلؤة عندي. رد عليه الصياد وقال له مولاي 6 ساعات كتير على صياد زيي، هما 2 ساعات كفاية عليا علشان أقدر أجمع فيهم الكنز اللي أنا عاوزه والحاجات اللي أنا محتاجها. الوالي قال له لا، أنا هديك 6 ساعات كاملين علشان تقدر تاخد منها كل اللي انت عاوزه. دخل صاحبنا الخزانة، وأول ما دخل انبهر، لقى حجرة كبيرة مليانة بالجواهر والذهب واللقالق، ولقى غرفة فيها سراير مفروش عليها حرير، وغرفة تانية مليانة بالطعام والشراب الوفير. فقال الصياد لنفسه أنا أول حاجة هعملها هو إني هاكل وهملى بطني ويكون عندي طاقة علشان أقدر أجمع بيها أكبر قدر من الكنز. وقعد 2 ساعات ياكل، وبعد ما خلص قال لنفسه ياه ده لسه في 4 ساعات كاملين، أنا ممكن أنام شوية على السرير واتمتع بالحرير. نام فعلا الصياد وغرق في النوم، واتفاجئ بالصوت اللي بيقول له يلا 6 ساعات بتوعك خلصوا، مدتك انتهت. يلا نرجع ليكوا تاني في عز الزحمه. راديو في السكه عامل زحمه في الاستوديو، استوديو 16 عامل فيه زحمه جامده جدا، بس احنا في السكه وبنسمع وبنشوف وبنعرف تجارب جديده. راديو في السكه مش برامج واكتشاف مواهب، لا ده كمان هيخشوا في الدراما ومعانا على والفن. الفنان اكمل المعداوي، الفنان صاعد. اكمل ازيك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. منور الشباب والرياضه. ربنا يخليك، ده منوره بيكوا والله والناس الحلوه كلها محمد ومحمد جويلي ودكتور داوود. دكتور داوود، استاذ محمد شادي، الناس دي كلها ناس طبعا محترمين وناس لهم اسم كبير، وان شاء الله ربنا هيكرمهم باذن الله ويبقوا حاجه كويسه قوي ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله. طب كلمنا عن الدراما اللي انت بتفكروا تتعاون فيها مع راديو في السكه وتقدموا دراما اذاعيه. والله هو راديو في السكه عرض عليها الفكره، وطبعا عندنا الاستاذ شادي، فطبعا فكره حلوه جدا طبعا في المضمون العام. ولما نيجي نتكلم على حاجه، هم طبعا الراديو في السكه له شعبيه حلوه قوي قوي قوي، وافكارهم حلوه، وبعدين بيتكلموا باسلوب بيتناسب مع روح العصر اللي احنا فيه حاليا.
فطبعا لما راح فكره الاستاذ شادي فطبعا انا رحبت بيها وقلت له تحت امرك حاضر عينيا، وكل ممثل شاب وكل ممثل كبير وكل الناس احنا معاكم بنتعاون معاكم بكل جهد وبكل حب وبكل ولاء. يعني كمان هتساعدهم انه تعمل زي كاستنج للدراما بتاعتهم. طبعا اكيد لازم نقف جنبهم. يعني على فكره انا بحييك جدا لانه وقت الفنان بفلوس، وان هو يضحي بوقته عشان خاطر يساعد مجموعه من الشباب، فانا بحييك جدا جدا يعني. ربنا يخلي حضرتك. طبعا ده واجبنا كلنا ان احنا نقف جنب الشباب، وخاصه ان احنا بنحب شباب زي بعض وبنقف بنساعد بعض ونكون مع بعض في مركب واحد وفي قلب واحد، وان احنا نقدم حاجه كويسه وفكره كويسه من خلال البرنامج، من خلال العمل اللي هنقدمه. لازم يكون عمل مكتمل الاحداث بيناقش قضايا مهمه. بداتوا تقروا ورق وتناقشوه؟ بداتوا تشتغلوا في ولا لسه؟ يعني انتوا وافقتوا على المبدا ولسه هتبدا تشوفوا ورق طبعا تشتغلوا؟ هو احنا وافقنا على المبدا فعلا، لكن لسه الورق بالفعل المفروض في مواعيد حد بيشوف الورق فيه عامل ازاي، وبنقعد مع الناس وبنناقش لو في مثلا في بعض التعديلات في اي حاجه بنبدا نضيفها مع بعض في سبيل ان العمل يطلع متكامل باسلوب كويس للجمهور. جميل. اكمل الفنان اكمل المعداوي، بشكرك جدا وبحييك. احنا كاذاعه شباب بنحييك جدا ان انت واقف مع مجموعه من الشباب عايزين يوصلوا، وان شاء الله هيوصلوا في السكه باذن الله. تحياتي ليكم والله وللشباب كلها، وتحياتي لراديو في السكه والشباب والرياضه وكل الناس المحترمه والمجتهده، ان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب دايما بنفس الخير والصلاح باذن الله. شكرا ليك فنان اكمل معداوي. عفوا كنت تحت امرك. فعايز الزحمه معاكم من الساعه 4 للساعه 5 زي ما انتم متعودين. طالما مفيش كوره يبقى احنا معاكم، حد واثنين وخميس مفيش كوره يبقى انا كامل ورامي علي معاكم، وبندور في الزحمه على الناس اللي عايزه تعمل حاجه وناس عايزه تنجح. استاذ داوود، هاخد من كلام محمد جويلي كان بيقول اما سالت عن الماديات والفلوس، ممكن استاذ داوود ما يبقاش يعني مش شغله قوي الموضوع، هو كده كده عنده بيزنس، عنده شغله وعنده الفن اللي بيدر عليه، فساعه او ساعتين او يوم مع الراديو مش مشكله. ولكن المواهب بعد كده حضرتك بتتبناها مع استاذه نيلي، برضو الموهوب اللي بيغني برضو بيبقى خلاص هيتخذ ده كشغل وكبزنس وكاحتراف وكهوايه وكل حاجه. مظبوط، صح كده؟ مظبوط. هو بالنسبه لنا بيبقى عامل زي لعيب الكوره اللي يعني مش هينفع تنزله الملعب الا لما يبقى قدها وقدود، لازم يبقى هينزل هيجيب لك جون او هيمنع عنك انك تخش في الجون، خلاص هتنزله الملعب ومفيش مشكله، انت مش خايف منه، يبقى جاهز. فاحنا بنعده لذلك علشان الاول هنحطه على دكه الاحتياطي، والمرحله اللي بعد كده ننزله الملعب بقى في حاجه سوشيال عريض زي راديو في السكه، ونبتدي يبقى ده من ضمن القاطرات اللي بتزق الفنان في ظهره، لان الانتاج دلوقتي خلاص مفيش، المنتجين كلهم بيتهربوا من المطربين حتى النجوم مش الجداد، فما بالك الجداد ده عشان خلاص ما بقاش في ألبوم زي زمان سنجلات دلوقتي سهل قوي نمشيها سنجلات بقى. هنبتدي بقى ان شاء الله مع في السكه ومع تعملوا مسابقه مع نيلي، هنعمل مسابقه وهنبتدي نختار الاصوات اللي فعلا تستاهل ان احنا نقف وراها ونقتطع من وقتنا كلنا ونزق وراها لحد ما توصل للناس وتبقى نجوميه يعني. عايزين نقول للناس اللي سامعيننا وحابب يقدم على المسابقه، شاب او بنت عنده موهبه او عندها موهبه حابب يقدم ازاي؟ يخش على راديو في السكه. شادي هيقول لنا هيعمل ايه بالظبط عشان نعرف. طيب هو بس انا قبل بس ما نقول يقدم معانا ازاي، انا عايز اقول للناس ان احنا فعلا حصل التعاون مع دكتور داوود ومدام نيلي، ان احنا اوريدي في حد اسمه مصطفى عبده، احنا اكتشفنا صوته هو ممتاز جدا جدا، فعلا خدنا الخطوات ان احنا اوريدي خلاص هننتج له اغنيه ان شاء الله، بدون ذكر اسماء الاغنيه طبعا، بس هي اغنيه جامده جدا الناس تستناها، هي سنجلايه كده محترمه وهاديه. مصطفى عبده مصطفى عبده، افتكروا الاسم ده كويس جدا عشان مصطفى عبده هيبقى ليه ان شاء الله هيبقى ليه شأن كبير كمان الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. اي حد عايز يقدم ممكن يخش عندنا على البيج بتاعتنا راديو في السكه بالعربي، او ممكن يكتب www.fissekka.com، يكتب كلمه في السكه بالعربي، وللعلم فيه الف لام سين كاف فيه الف لام سين كاف ه. عايز اقول كمان للناس ان احنا اول دومين بالعربي في الوطن العربي كله. هو دومين يعني يا جماعه www. انت كده بتكتب بعديها بالانجلش، لا فده اول بالعربي كلمه في السكه بالظبط. فهو ممكن يخش عندنا على البيج راديو في السكه بالعربي ويبعت لنا مقطع صغير على المسجات على رسائل عندنا، يعني لازم يبعت مقطع ولا ممكن يكتب بياناته ويجي يجرب
لا احنا لازم الاول نسمع صوته. صوته تمام التمام، خلاص بنستدعيه ان هو يرجع معانا مع اللجنه بقى. بنقول له تعالى عندنا الاستوديو نسمعك ونشوفك. شادي معانا على الهوا الأستاذة أمل إبراهيم، المطربة الجميلة. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أخبارك إيه في السكة ومع جروب في السكة؟ مبسوطة بيهم جدا جدا، ودايما بتابع المحطة الجميلة دي. جميل. والبرنامج الحلو بتاعكم ده. ربنا يخليكي. طيب احكي لنا بقى انت ايه اللي شدك في راديو في السكة؟ والله انا بحب الراديو جدا مبدئيا، فقصه بقى في السكه لان انا حياتي كلها اصلا في الشارع. وحضرتك دلوقتي في عز الزحمه في الشباب، يعني حضرتك بتحبي قاعده يعني في السكه وانت البرنامج في عز الزحمه جدا. يعني انا بحب في السكه جدا. فحضرتك يعني شدك ليهم ان هم طاقات جديده واصوات جديده وعايزين يعملوا، فدي اكتر حاجه شدتك ليهم يعني؟ انا مبسوطه اصلا بالبرنامج واللي بيقدمه جدا جدا. البرنامج حاجه جميله جدا، والاصوات اوقات كتيره بتلفت نظري وببقى عايزه اتابع ما بعرفش يعني. اوقات كتيره ببقى عايزه اتابع، عايزه اتصل، عايزه اتعرف بالناس، مش بعرف الحقيقه. انما دي فرصه طيبه جدا جدا ان احنا مع بعض النهارده يعني. امل، انا داوود. دلوقتي احنا لسه كان معانا مداخله من نيلي سليمان، مامة كارمن سليمان. نيلي سليمان من الاصوات الجميله جدا جدا، ومامة كارمن سليمان. ولسه حصل لنا مداخله دلوقتي جميله من امل ابراهيم مامة نغم. كلمينا عن امل ابراهيم المطربه ونغم المطربه. امل ابراهيم، اكلم على نغم الاول طيب ولا ايه؟ طيب اتكلمي عن نغم. نغم المطربة بادئة من سن صغير جدا، مش هتصدقوه، 9 شهور. مش بتغني بس، دي بتحس بالموسيقى وبالمقامات بشكل مش طبيعي، لان هي بتسمع طول الوقت عود وبتسمع غنى. وانا بستغرب جدا من صغرها وهي بتحب الغنى، فطلعت عندها كريزة كده مقام الصبا بتعيط عليه طول الوقت. الله الله الله. شيء غريب جدا يعني. ايه، قعدت اقول في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، مش فاهمة البنت مالها. قعدت طلعت البنت موسيقية وانتي كنتي زعلانة حقيقة جدا جدا. لا انا استغربت ايه حكاية مقام الصبا اللي كل ما اجي اقول مقام الصبا انا غنيه تعيط، اعزف طب وبعدين، طب ما انا مش عارفة ايه القصة دي. فجأة بقى من ايوه بالظبط. وبعدين بقى اي مقام تاني بقى تسمع بياتي يعني عادي بالنسبة لها، لطيف وبتحبه. تسمع اي مقام تاني تقعد ترقص وتتنطط، مفيش اي مشاكل خالص. هي طالعه طبعا مهيبره جدا، يعني هي بنت شقيه جدا اساسا، وبتحب الغنى بشكل خاص جدا جدا جدا. هي واختها كمان عندها مريم صالح شاطره جدا جدا، وبس ليها ستايل تاني خالص عشان خاطر هي عندها فرقه خاصه مريم. انما نغم بقى وقصتها مع الغنى من زمان يعني. هتبقى ضيفتنا قريب ان شاء الله في راديو يا السكه. رب يا رب ان شاء الله. وضيفتنا يعني برضو احنا يعني وفي الزحمه وفي الزحمه كمان. خلاص بقى دلوقتي في الزحمه وفي السكه، في الزحمه وفي السكه ان شاء الله. توأمة تانية ان شاء الله. ان شاء الله. يعني طبعا هو يعني اللقاء مع حضرتك طبعا لن يسعوا الدقائق القليله دي. طبعا احنا في وعد يعني نتمنى ان انت تشرفين هنا في 16 عشان نتكلم اكتر عن الغنى والفن. فانا بشكرك جدا، وبشكر اي حد بيتعاون مع ناس طالعه جديد عايزه صوتها يوصل في الزحمه ومحدش بيسمع، لكن هي بتاخد من وقتها وبتسمع اللي طالع. بشكر حضرتك جدا مدام امل. شكرا، انا بشكركم جدا جدا، وبشكر دكتور داوود جدا واستاذ شادي، وبشكركم جدا جدا كلكم، والبرنامج جميل جدا. ربنا يوفقكم جميعا يا رب. شكرا شكرا شكرا. علي صوتك بالغنى، لسه الاغاني ممكنه.
لسه الاغاني ممكنه زي ما الكينج بيقول، وعندنا كينج تاني محمد منير بتاعنا احنا بقى. طبعا في عز الزحمه احنا بقالنا يعني حوالي 5 دقايق مع راديو في السكه مع الاعلامي شادي محمد رئيس مجلس الاداره، وبيقدم برضو برنامج سمعنا منه جزء بسيط لعله خير، واستاذ محمد جويلي مذيع برنامج المحكمه الرعب. محمد كنت عامل كل الاصوات بصوتك؟ كل الاصوات بصوتي، يعني 4-5 شخصيات تقريبا. هو تون الصوت بيفرق يعني. انت لازم تستخدم طبقات صوتك كلها، سواء والرعب بالذات في التخن والخوف والرهبه والهدوء، كل ده انت بتشد المستمع كانه يحس ان هو بيتفرج على فيلم او هو بطل الفيلم نفسه. هو لسه كنت هقول لك ان صعوبه الرعب بالذات، يعني الكوميدي سهل يتعمل صوت، لكن الرعب عايز يتشاف، هو صعب جدا. بس انت لازم تحسس اللي بيسمعك ان هو شايف فيلم او ان هو بطل الفيلم. كل واحد بقى يتخيل الصوره المرعبه اللي هو اللي هو هيترعب منه، بتديله الخط ان هو يمشي مع الخيال. انت بقى عايز تترعب مش عايز يبقى لعيب عندك. بس هو بيترعب ما تقلقش يعني. دكتور داوود، طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا، وطبعا هنتابع معاكم مسابقة اكتشاف المواهب ان شاء الله. بنشكر ضيفنا الكريم دكتور داوود دكتور، وكمان اتفضل. بشكرك جدا يا نهى كامل. في عز الزحمه من البرامج الجميله جدا اللي كلنا بنتابعها انا وبناتي، وحتى الطلبه عندي في الكليه من اغلبهم يعني بيحبوا الشاب ابو الرضا جدا وبيتابعوا ده، ورامي كامل الجميل، وعماد بدوي المهندس الصوت اللي هو مستخبي بقوته ومستخبي ما شاء الله. الجندي المجهول. لا ده عندنا الفنان يعني الكاميرا بس اللي وراها ناس كتير والمايك كمان. عماد بدوي ومصطفى محمود مخرجنا. طيب قبل ما نقفل حلقتنا يا شادي، لو حد بيسمعنا وعنده موهبه اذاعيه وعايز ينضم ليك ويعمل ايه سريعا؟ يكلمنا على بيج راديو في السكه بالعربي على الفيسبوك، او ارقامنا كمان موجوده على البيج. يعني سهل التواصل معاكم، اللي عنده فكره حاسس ان هو حابب عايز يقدم حاجه عندكم مرحبين. بس يا جماعه قبل وانتوا بتقدموا الموضوع في الاول بالحب. يا جماعه بالحب في الاول عشان رامي ما كانش مقتنع، بس نثبت له ان هو بالحب. فترتنا خلصت، بشكركم جدا، بنشكر كل اللي بيسمعونا في الزحمه. احنا كنا معاكم على الهوا عماد بدوي، مصطفى محمود، نهى كامل، رامي علي. نتقابل معاكم تاني، شكرا.